رسالة في كلمات لرئيس الجمهورية الجديد الدكتور محمد مرسي. أسأل الله أن يشد أزرك، وأن يقوي ظهرك، وأن ينير بصيرتك، وأن يجعل تجربتك مثل فذ في التاريخ الإنساني من النجاح، وأنه يجمع عليك الشعب المصري. ولكني أقول لك إياك والذين يحاولون أن يهزوك الآن، يقول لك اختار معاك فلان وفلان وفلان فتصبح في إدارة متشاكسة. دول نفسهم اللي مش هيرحموك بكرة، ولكن اختار دلوقتي الناس اللي يساعدوك بجد ومخلصين بجد، وتشتغل بيهم بجد ومعاهم بجد، لأن الناس لو استجبت لهم النهاردة مش هيرحموك بكرة، وهيقولوا إنك فشلت، وهم الذين بسبب التشاكس هيبقوا أفشلوك. واوعى تفرط عن حريتك، يعني في حريتك لحد، وما تخافش، واجه وكن قويا، ومش لازم ابدا الموائمات ابدا، انت مش مضطر لها، صدقني انت غير مضطر لها. انت باذن الله تبارك وتعالى ان شاء الله اقوى انسان في مصر الان، والشعب المصري كله جنود لك بصدق الا قليلين إذا ما شعروا أنك مصمم على الاستقامة والصواب. ما تخليهمش يستهلكوا الوقت ويصنعوا مشكلات ويفرقوا الناس من حواليك. وأنت اليوم أقوى بكتير منك بعد يومين 3 4، فأدرك والله معك يا رب العالمين. شرفتني يا شيخ حازم. أشكرك شكرا جزيلا. وأنا آسف إذا كنت أثقلت عليك. أنا بالعكس يعني عايز أشهد لك أن أنا سعدت جدا. مشكور. وأنا الحقيقة بكون أكثر سعادة بالحوار الذي يكون أكثر عمقا وأكثر دقة، وأنا فعلا همشي سعيد النهاردة. ده شرف لي، شكرا جزيلا.